وسهلا الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد على قناتنا ترند فيصل. وكيف ما عودناكم ديما كنجيبوا الاخبار اللي طالع لها الترند واللي دايره ضجه، وما كاينش اخبار دابا حاليا اللي فيها الترند من غير خساره المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي في يوم واحد. والغرابه واكثر من ذلك حتى مصر غتبعهم اليوم، وكذلك غنشاهدوها حتى هي وهي كتخسر وكتقصف هذا كاس العالم. وهذا الشيء اصلا بدايته من الاول ديال شجع ضدي نشجع ضدك وسالات بحال هكا. الجزائر اليوم انها تقارن نفسها بالمغرب ولا تقول عندها نيفو في كره القدم، وحنا كلنا شاهدنا وشاهد العالم خسارتهم امام المنتخب السويسري. اما السنغال حتى نتوما راكم شفتوها وشنو دارت لنا في كاس افريقيا وكيفاش حتى هي تقسات، وباقي المنتخبات اللي ما كتحملش المغرب راكم حتى نتوما غتشوفوا. وهذا فان كان يدل على حاجه واحده، وثق بي يا عزيزي المشاهد وغنقول لك بصراحه العباره، فانه الله سبحانه وتعالى والله ما كيخلي حق شي واحد عادي. شوف غير نعس ظالم، شوف نعس ظالم وسير وقول راك ظلمتي ومشيتي، ولكن راه الصمته كدور والبزم كيوحد. وهادشي اللي وقع للجزائر وقع لمصر. تخيل معايا هو الجزائريين والله ما تقبلوا الخساره. شنو صابح عندهم في بلادهم. تخيل معايا هذا كمشجع جزائري، بلادك ومنتخبك خسر، ما عندوش نيفو، ما عندوش تكتيك في اللعب. نقدر نمشي معاك بعيد ونقول لك انه المدرب كان بايع الماتش اصلا واقع على سويسرا، ولكن بلادك علاش تخرب فيها بحال هكا؟ انتما كتقولوا انكم بلد الحضاره وعندكم شويه من الوعي والفكر. انا ما اظن وقال فرنسا ما رباتكمش مزيان، كان لا تربيكمش وتزيدكم نغزه في التربيه. علاش تخربوا بلادكم؟ حنا ملي كنخسروا ما عمرنا ادينا بلادنا. المنتخب المغربي والله الحمد اقسم بعزه جلال الله ياما شجعنا في الماتشات ديال المنتخب المغربي. كؤوس افريقيا حضرنا لهم وكاس العالم حضرنا في قطر، خسرنا عادي، الناس كتقبل الخساره كتمشي. وهادشي ناتج عن التربيه. ملي كتكون في بلد حضاري ومتربي والمحيط ديالك كله متربي كتكون بحال هكا. اما اللي كنتي في الجزائر بلد فيها الهيماج بحال هادشي اللي شفنا، راه النتيجه ديالو هي هادشي اللي كتشوف. وغنمشيو للضجه الثانيه اللي واقع في العالم وكلشي كيناقش فيها، اللي هو هذا الولد هذا اللي كيقولوا بانه بعض الجماهير محسوبه على الجماهير المغربيه انها اعتادت، وانه الامر غيتفتح فيه تحقيق وبزاف المسائل. وكيقولوا على لسانه على الصفحات في الانترنت انه الدري هذا حاليا كيخضع للعلاج في كلينيك، اللي حاليا باقا ما نزلت حتى شي صوره ديال النزول ديالو في كلينيك او في مستشفى كتلقى العلاج. حتى لهنا السيناريو باقا زوين ومن غيره. السؤال المطروح اشنو دا البلاصه فيها الجماهير المغربيه؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني اشنو الاستفزاز اللي دار الجماهير حتى خلاتها وصلت مع ديك المرحله؟ وحتى لهنا ما غنعرفوش نحققوا في هذا الشيء، الامر كيرجع للقضاء ونعرفوا شنو طرا. حتى لهنا ما تنساش انك دير سبسكرايب وجيم لهذا الفيديو وتسيفيه باش يوصلك ديما الجديد، وتعطينا التوقع ديالك الاقصاء ديال المنتخب المصري والنتيجه.